بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. انا عندي صدور فراخ مقطعه مكعبات زي ما احنا شايفين كده. هعملها تكه فراخ. اول حاجه عندي معايا عصير ليمون، حوالي عصير ليمونه كبيره او ليمونتين وسط. معايا خل، حوالي 3 معالق خل. معايا زيت، حوالي برضو 3. ده زيت زيتون، اي زيت عندي، زيت ذرة، زيتون، زيت عباد شمس. هسيب شويه كده للاخر. معايا بقى التوابل بتاعتي عباره عن ايه؟ معايا ملح وفلفل وبابريكا وزنجبيل وبهارات مشكله. التكه خلاص معايا متبله، هي جاهزه. هسيبها اقل حاجه ساعه. الرحمن الرحيم. دلوقتي ما شاء الله سايبينها اكتر من 3 ساعات او 4 ساعات في التتبيله. هنمسك دلوقتي ندخلها في عصيان الشيش طاووق او في السيخ حسب ما هتشويها بالمنظر ده. الشوايه دهنتها زيت. طبعا ممكن تشوي على الفحم، على الجريل، على البوتاجاز، في الفرن، اي حاجه. انا كده سخنتها. هحط كده زي ما انا شايفه كده ايه التكه بتاعتي، تكه الفراخ. نحاول بقى نقلب كده من ان لاخر بالراحه كده لو هي لازقه. دي تبع بتيجي مع الشوايه، يا اما استنى ان هي تستوي لو انا عايزه اقلبها يعني. بس انا بوريكم هي هسقي دايما من الصوص اللي هو. بقلب فيها هوا خلاص دخلت في السوا. انا قلبت قبل كده بس سيبت شويه كده دي علشان بتبقى لازقه شويه. واقوم معايا كده صغيره وهخلص تقليب ونشوف مع بعض. زي ما انا شايفه كده ان شاء الله. جربوا احلى تكه الفراخ، طعم وريحه جميله جدا، وبألف هنا وشفا.